بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا كنت وعدتك وقلت لك ان انا هصور، وحتى نزلت لك وقلت لك انا راح اصور ابدا تصوير من بكره ان شاء الله وكلام من ده كله. لكن حصل شويه حاجات كده اللي هو اثروا عليا شويه، فما كنتش قادر حرفيا ان انا اقوم من مكاني عشان خاطر ان انا اصور ولا اعمل فيديو ولا كلام من ده كله. بس انا قلت لازم ان انا اصوره، فاهم، ايا يكن اللي بيحصل حواليا، فعشان انا وعدتك فما كانش ينفع ان انا ما اصورش الصراحه. يعني دايما بتيجي تبص تلاقي نفسك بتسأل اللي هو انا في حد من نفس بلدي، نفس يعني حرفيا نفس المستوى التعليمي بتاعي، نفس الظروف اللي عاشها، نفس كل حاجه، كان قاعد جنبي في الفصل كده، وفجأة يعني حصل تغير بيني وبينه، ان الشخص ده وصل لمكان بعيد قوي، الشخص ده مثلا بقى غني، كلام من ده كله، وانا فضلت ثابت مكاني. طيب يعني الواحد بيفضل يسأل طب ده ليه؟ انت فاهمني؟ مع ان على فكرة هو مش احسن منك في حاجة، ولا هو محظوظ على فكرة يعني، ولا هو مثلا عبقري وانت مثلا مش عبقري ولا حاجة، ولكن هو الفرق كله في العقلية اللي هو بيفكر فيها، فاهم؟ يعني طريقة تفكيره مختلفة عن تفكيرك حرفيا. هتيجي تبص دايما تلاقي الناس اللي فشلت او الناس اللي ما وصلتش او الكلام من ده كله، دايما يقعد يبص كده ويقعد يقول هو انا، يعني لما يشوف حد ناجح او كده، يا عم احنا فين والراجل ده فين، احنا عمرنا ما نوصل للشخص ده، ويقعد يقول لا انا مش هعرف، الموضوع صعب، الطريق طويل، انا مش فاضي، انا معرفش ايه، ويقعد يحط حاجات 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 تخليه يفضل ثابت مكانه حرفيا، اللي هو ما بيتقدمش خطوة قدام. على عكس الراجل الناجح ده، تلاقي ان هو دايما بيقول ايه اللي المفروض اللي انا اعمله، انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، ابدا منين، فاهم؟ فبتلاقي ان الشخص ده بدا يتحرك، بدا ياخد خطوات، بدا يبدا، لكن مش بيفضل واقف مكانه ويقعد يقول اعذار وانا مش عارف وانا اصل الوقت ضيق واصل الكلام ده كله بيأخرك ورا. لكن الشخص ده طريقة عقليته وطريقة تفكيره خلته ان هو يوصل لمكان انت مش قادر انك توصل له. حتى الكاتب ديفيد شوارتز في الكتاب بتاعه اللي هو ذا ماجيك اوف ثينكينج بيج، كان بيقول لك ايه، بيقول لك اللي هو عمل دراسات على الناس الناجحه والكلام من ده كله، وفضل ان هو يبص كده ويتابعهم، فاللي هو نفس اللي انا قلته لك دلوقتي، لقى ان الناس دي هم مش يعني اللي هم حرفيا كل اللي يفرقهم عنك طريقه التفكير، الناس دي بيعيشوا الواقع فعلا. يعني اللي هو بيعيش الواقع ان هو انا مثلا، انا خلاص حط نفسه في الموقف ده، ان انا خلاص انا حطيت نفسي على الطريق، انا دلوقتي في طريقي ان انا ابقى غني، انا في طريقي ان انا اوصل لكذا. انت فاهم قصدي ازاي؟ مش بيقعد يسال، لا انت عارف انت اللي هو بيبدا على طول بيحط نفسه في الجو بتاع الهدف اللي هو عايز يوصل له، وبعد كده التفاصيل دي كده كده بتيجي بعدين. يعني مثلا تيجي تبص تلاقي ان في اتنين، واحد صحى متاخر والتاني برضو صحى متاخر، ففي واحد قام قايل يعني اللي هو الوقت يعني خلاص هو نص اليوم ضاع، فانا هقوم من النوم اعمل ايه اصلا، فانا هكمل نوم، فاهم؟ على عكس واحد تاني صحى في نص اليوم قام قايل ده لسه نص يوم كامل اقدر ان انا انجز فيهم حاجات كتير، وقام وسعى وكمل. ففي فرق ما بين الاتنين، وفي فرق ما بين تفكيرهم والعقلية بتاعتهم اصلا. ففي 3 حاجات انا عاوزك انك تعملهم كل يوم. اول ما تصحى من النوم، يعني عاوزك تسأل سؤال لنفسك، انا عاوز اكون مين، انا عاوز اوصل لايه، انا عاوز اكون فين. لكن ما تسألش نفسك وتقول مثلا انا فين دلوقتي، اصلا انا مثلا انا ممكن اكون لسه في البداية في نقطة الصفر اصلا، واسأل انا فين، فلاقي نفسي في نقطة الصفر، فانا استفدت ايه غير ان انا هزيد احباط وان انا مش هقدر ان انا اكمل اصلا. على عكس واحد تاني صاحي من النوم، انا عايز اعمل ايه النهارده، انا عايز اوصل لفين، انا عايز اطور من نفسي، انا عايز اكمل. انت فاهم قصدي ازاي؟ فبتلاقي ان هو بيسأل نفسه انا عايز اعمل ايه علشان يقوم يعمل، على عكس واحد تاني. تاني حاجة ان انت لازم يكون الناس اللي حواليك ناس تحفزك، ناس بمعنى اصح اللي هم يعطوك طاقة ايجابية. على فكرة انا في بداية قناة اليوتيوب بتاعتي دي
كان في ناس كتير قوي يبصوا لي اللي هو ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، انت يعني حرفيا والله العظيم ناس كتير كانوا بيبصوا للي انا بعمله، اللي انا بعمله ده عبط، وان انا مش هوصل لحاجه، وحرفيا ما كانوش مصدقيني. لحد ما جم فجأة، انا ذات نفسي انا يعني جيت فجأة لقيت ان انا بدأت ان في ناس تشوفني وناس تتابعني والكلام من ده كله. انت فاهم قصدي ازاي؟ الناس دي كلها بدأت ان هي تبص لي بصة ايوه فعلا ده يوسف في ناس بتتابعه، ده في يوسف في ناس بتتفرج عليه. انت فاهم؟ بعد ما كانوا محبطين ليا بدأوا دلوقتي اللي هم ايه، بدأوا ان هم يصدقوني. انت فاهم قصدي ازاي؟ لا انا مش عاوزك كده، انا عاوز من الاول خالص انك الناس اللي حواليك ناس تشجعك. لما يقول لك مثلا انا راح اعمل قناه يوتيوب، او مثلا انا راح اعمل حاجه، فتلاقي ان هو بيقول لك يلا إيه ابدا والله العظيم هتوصل، ما اعرفش ايه الناس اللي بتشجعك دي. انت فاهم قصدي ازاي؟ فانت عايز تعمل اي حاجه ابدا فيها. انا مثلا انا لو كنت مستني علشان خاطر ان انا ابدا قناه اليوتيوب بتاعتي بقى، اللي انا اقول استنى اما اشتري كاميرا، او استنى اما اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انا ما كانش زماني بصورك دلوقتي. انا بصورك بتليفون ريدمي نوت 9، يعني اللي هو اسوء حاجه في التصوير. انت فاهم؟ وما يعني وبحاول ان انا اصور بيه وبقول هطلع ان شاء الله بجوده كويسه لحد ما ربنا في يوم من الايام يكرمني. انت فاهم؟ بمعنى صح، انت ابدا ما توقفش ولا تحط اعذار ولا كلام من ده كله. وتالت حاجة عاوزك انك مثلا لما تيجي تحط قدامك هدف، عايزك تحط قدامك اعلى حاجة. يعني بص، اللي هو اعلى حاجة حطها قدامك، خلي حلمك كبير حتى لو امكانياتك قليلة جدا. لا خلي قدامك مثلا اعلى حاجة انت عايز توصل لها. مثلا انت في الجامعة مثلا، انا عايز ارتب على الدفعة، حتى لو في ناس بتقول لك ان الترتيب على الدفعة صعب جدا معرفش ايه. هو ايه اللي صعب؟ معلش بس هو ايه اللي صعب؟ هل الناس اللي هترتب على الدفعة دول احسن منك في حاجة؟ طيب انا عايز مثلا ابقى غني، زي مثلا في مثلا حد قدامي انا عايز ابقى زيه. خلاص تمام، فبالتالي هل ده عيب؟ لا طبعا. هو احسن منك في ايه؟ مش احسن منك في حاجه، ما انت انسان وهو انسان. هو برضو كان في يوم من الايام زيك، وكان حاطط قدامه حلم كبير ووصل له. فانت برضو بالتالي انك لازم تحط قدامك حلم كبير وتسعى له، ايا يكن ايه الامكانيات بتاعتك دلوقتي، وكده كده هتوصل. يعني مثلا انا كنت عاوز اقول لك حاجه، كان في واحد اسمه عبد الله كان شغال في شركه، ف... فكان اللي هو كان دايما بيقعد يسال المدير هو انت عملت ايه علشان توصل للمكانه دي، طب انت عملت ايه علشان خاطر تعمل كذا. بدا ان هو يسال لحد ما في يوم من الايام بقى هو مدير الشركه. فاللي هو بمعنى اصح انا عايزك دايما انك تسال الناس الناجحه انت وصلت هنا ازاي، يعني انت عملت كده ازاي، انت وصلت معرفش ايه. في ناس هتفيدك وفي ناس مش هتفيدك، ولكن بمعنى صح ان انت دايما كل ما تلاقي حد ناجح اساله انت عملت ايه علشان توصل لحاجه زي كده. فاهم؟ اسال علشان خاطر تبدا، ولكن ما تتحركش وتقول اصل انا مش هساله، اصل انا معرفش ايه، اصل انا لا، لازم تسال الناس الناجحه وصلوا ازاي عشان خاطر تبقى زيهم. فمن الاخر كده، لو انت دماغك اتغيرت حرفيا حياتك كلها تتغير، طريقه تفكيرك لو اتغيرت حياتك كلها تتغير. وبس، فدي الحاجة اللي انا كنت عايز اوصلها لك، واتمنى انك تكون استفدت من الفيديو. وبكرر اسفي ان انا اتأخرت عليك في التصوير والكلام من ده كله، واسف ان انا مش مبتسم زي كل فيديو، بس اهو يعني انت فاهم انا مبتسم يعني قشطة. المهم انا كنت في نهاية الفيديو طبعا عايز اقول لك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اعتقد ان احنا كلنا عارفين اصلا السنه دي، بس ما حدش فينا بيعملها. انت فاهم؟ في يعني الا من رحم ربي طبعا. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ما ينام كان بيقرا سوره الملك، فقراءه سوره الملك تقي من عذاب القبر. فيعني ربنا يعني يا رب يا رب يعني كلنا ما نتعذبش في القبر وكده. فاهم؟ فانا عايزك تبدا من دلوقتي، يعني قبل ما تنام كده والله ما هتاخد منك دقيقتين او 3 دقايق انك تقرا سوره الملك. احنا كلنا عاوزين ندخل الجنه، ومحدش فينا عاوز ان هو يتعذب. فاهمني؟ فبس المهم عايزك تكون مبسوط او تكون استفدت مني، وان شاء الله باذن الله يعني مش هتاخر عليك تاني، وهبدا ان انا اصور من تاني، وهبدا ان انا اعمل فيديوهات كتير وكده. فبس يلا سلام.